هتك عرض طفل لا يتجاوز عمره 6 سنوات. القصة دي طبعا انتشرت على السوشيال ميديا خلال الأيام اللي فاتت أو اليومين اللي فاتوا دول، والمواقع الإخبارية. والموضوع طبعا صعب جدا إنسانيا ونفسيا ومن كل المقاييس. طبعا قانون العقوبات كان واضح وصريح جدا في القصة دي. يمكن أقرب مادتين في قانون العقوبات تناولوا الموضوع ده المادة 267 والمادة 269. وطبعا المادة 267 اتكلمت عن هتك عرض الأنثى التي لم تتجاوز ال 18 سنة. وطبعا هتك عرض الأنثى في العموم يعاقب عليه بالسجن المؤبد أو الإعدام على حسب كل حالة على حدة. ده اللي تطرقت إليه المادة 267. طيب في الحالة بتاعتنا احنا المادة 269 قالت كل من هتك عرض صبي أو صبية، وهنا فرق بين حالتين: في حالة إن هو عنده 18 سنة أو أقل من 18 سنة، اللي هو يكون عنده 12 سنة. طبعا بالنسبة للواقعة اللي احنا فيها دي، يعني أنا من وجهة نظري شايف إن هو لو اتقطع حي أو اتعدم والله العظيم قليل عليه، علشان اللي عمله. والمشكلة إن هو كان بيستدرجه بمساعدة النينة اللي كانت بترعاه أو بتقوم على رعايته في المدرسة. المادة 269 قالت إن كل من هتك عرض صبي أو صبية، وطبعا فرقت في حالة إن هو 18 سنة، أقل من 18 سنة أو 18 سنة فما أقل، فيعاقب بالسجن. طيب لو كان هو أقل من 12 سنة ففي الحالة دي بيعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن 7 سنوات. ولكن لو القاضي احتسب إنه هو من الأشخاص، وهو فعلا من الأشخاص المكلفين بمراعاته أو بملاحظته أو عليه أو ليه عليهم سلطة إن هو يسمع كلامهم، فأكيد العقوبة هتختلف والحد الأقصى للعقوبة هيزيد. وده اللي نتمناه إن شاء الله بإذن الله من ربنا، وكلنا ثقة في القضاء العادل إن شاء الله بإذن الله إنه ياخد حكم رادع علشان يكون عبرة لغيره، لأن الموضوع أقسم بالله العظيم مؤذي نفسيا. يعني ربنا يكون في عون أهله. ولكن يا جماعة لازم ناخد بالنا من حتة مهمة جدا. أي حد يا جماعة عنده أطفال صغيرين بيروحوا مدارس، أو حتى لو كانوا كبار يعرفوا يتكلموا أو يعرفوا يفسروا اللي بيحصل معاهم، يا ريت يا جماعة يسألوهم إيه اللي حصل معاهم النهاردة في المدرسة. ولو في حد حاول يقرب من هدومهم أو ياخد سندوتشاتهم أو يضربهم أو يمارس عليهم أي نوع